ازيكم؟ هنحمص مع بعض الفول السوداني في البيت بكل سهولة، زي المقلة وأحسن كمان. ولو هتستخدموه في الحلويات يبقى مش هنحط ملح، هنعمل نفس الخطوات بدون ملح، وهيطلع معانا مقرمش ولذيذ. يلا نشوف الطريقة، واللي لسه مشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس علشان يوصله كل جديد. ولو استفدت من الفيديو اعمل شير. معانا كيلو فول سوداني بقشره، هنقسمه على مرتين علشان لازم نرصه في الصاج صف واحد بالشكل ده علشان يتحمص كله زي بعضه. هندخله فرن متسخن مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة 5 دقايق مش أكتر. وفي الوقت ده هنجهز معانا كوباية مية سخنة ومعلقتين ملح كبار لكل كيلو فول سوداني. وهنطلع السوداني بعد 5 دقايق من الفرن، وهنرش عليه المية السخنة وهو سخن. لازم المية تكون سخنة والسوداني سخن علشان الملح يمسك في قشرة السوداني كويس. ونقلبهم مع بعض وندخلهم الفرن تاني لمدة 20 دقيقة إلى نصف ساعة لحد ما يوصل معانا للون اللي احنا عايزينه. وأهم خطوة عشان ناخد نتيجة كويسة، نخرج السوداني كل 10 دقايق من الفرن ونقلبه كويس علشان يتحمص من كل الجهات. هنكرر الخطوات لحد ما نخلص الكمية كلها. وده شكل السوداني بعد نص ساعة في الفرن. اللي عايزه متحمص اكتر من كده يسيبه لحد ما يوصل للنتيجة اللي هو عايزها. كده خلصنا الكمية كلها. هنسيب السوداني يبرد تماما، علشان لازم السوداني يكون بارد علشان يتقشر معانا ونعرف انه اتحمص كويس. هنقشر السوداني بعد ما يبرد، اتقشر معانا بكل سهولة، يبقى اتحمص كويس. وبألف هنا. جربوا وقولولي رأيكم في التعليقات، ولو عندكم أي سؤال اكتبوهولي في التعليقات.